أنا دخلت قصر السكاكيني بعد منتصف الليل، ولقيت حاجة محدش ممكن يصدقها. بس اللي حصل في الآخر هو السبب إني لحد النهاردة مش بنام. اشترك في القناة واضغط لايك وصلى على النبي علشان القصة الجاية يمكن تكون عنك. ويلا نبدأ الحكاية. أنا اسمي ياسر، وعمري ما كنت بصدق في الكلام اللي بيتقال عن قصر السكاكيني، بس الفضول كان قوي مني وقررت أدخله لوحدي الساعة 12 بالليل. المكان كان هادي بطريقة مرعبة، وكل ما أمشي البلاط يعمل صوت تحتي. وأنا طالع الدور التاني لمحت صورة كبيرة على الحيطة فيها راجل شبهي، نفس الملامح. قربت منها، ولما لمستها النور قطع فجأة. فضلت ثابت مكاني، وبعد ثواني النور رجع، بس الصورة اختفت. وساعتها حسيت بحاجة بتشدني من ظهري. لفيت بسرعة، ما كانش في حد. نزلت أجري وطلعت بره القصر. من يومها كل ما أبص في مراية ألاقي الراجل اللي في الصورة واقف ورايا، ساكت وبيبص لي.